لازم لاعيبة النادي الأهلي يبقوا عارفين ومتأكدين قبل صفارة البداية بتاعة مباراة الترجي والأهلي إن الترجي اللي لعب معاه الأهلي السنة اللي فاتت مش هو الترجي بتاع السنة دي أبدا، بسبب حاجتين. أولا بسبب المدرب البرتغالي كاردوزو، المدرب العملاق، المدرب المتمكن. نادي الترجي مع المدرب البرتغالي بقى من اقوى المنظومات الدفاعيه في افريقيا. تخيل ما استقبلوش ولا هدف في 9 مباريات متتاليه، 9 مباريات على التوالي ما استقبلوش ولا هدف. تخيل ال9 مباريات دول فيهم مباريات صن داونز ومباريات بترو اتلتيكو. خلى الترجي حرفيا منظومه متماسكه جدا. تعالوا نمسك الترجي واحده واحده كده ونشوف نص ملعب الترجي. نبدا بنص ملعب الترجي. نص ملعب الترجي بيتكون من 3 لعيبه، روجيه اولو وحسام قا وغيلان الشعلالي. روجيه اولو هو نص الملعب الدفاعي رقم 6 في الترجي، كويس جدا في الخروج بالكوره في عمليه بناء اللعب. طبعا مش عايز اقول لكم انه قوي بدنيا، لكن عنده شويه عيوب، يغلط كتير وكمان عنده بطء في الضغط على الخصوم. فلازم لعيبه النادي الاهلي يكون عندها سرعه بديهه ويتم الضغط عليه من بدايه استلامته للكوره. عندك اللاعب حسام قا، ده اللاعب مركز 8، لاعب الوسط المهاجم، واحد من اميز لاعبي الترجي في التصرف بالكوره. غيلان الشعلالي كذلك، تمريراته سم قاتل. عندك 3 لعيبه في الجانب الهجومي في الترجي، 3 لعيبه لو دفاع النادي الاهلي ما ركزش طوال ال 90 دقيقه هيتعبوا دفاع النادي الاهلي وهيتعبوا الاهلي. ال3 لعيبه دول حسام الدين غشه ويان ساس ورودريجو رودريجيز. حسام الدين غشه لاعب في التحولات الهجوميه سريع جدا، مهاري جدا في الواحد على واحد، لاعب هيقرفك. لازم اللاعب اللي يضغط عليه يكون قوي جدا وشرس في التدخلات الدفاعيه معاه. عندك رودريجو رودريجيز المهاجم، حرفيا لاعب مقرف، مهاجم مقرف في الكوره، الكرات العاليه ممتاز. في ميزه بقى بيعملها مرعبه، ولو دفاع النادي الاهلي ما ركزش في الحته دي احنا الصراحه هنتعب. الميزه دي ان هو بيفضي مساحات علشان يسحب المدافعين معاه، علشان يفضي المساحات لمين؟ ليان ساس وحسام الدين غشه واللعيبه اللي جايه من الخلف. وعندك اخر لاعب معانا في المنظومه الهجوميه هو يان ساس. يان ساس لاعب برازيلي، لاعب موهوب، لاعب كل الكرات الثابته هو بيلعبها، وطبعا كل كراته الثابته مفيش اخطر من كده. مع وجود رودريجو هيبقى الموضوع خطر جدا. بيعرف يتحرك في المساحات ولازم مدافعين الاهلي يركزوا معاه. فدول اخطر اللاعبين من وجهه نظري في منظومه الترجي. اما بقى بالنسبه لعيوب الترجي، فدفاع الترجي عنده عيوب كتير، خصوصا بطء المدافعين، وخصوصا ياسين مرياح المدافع التونسي مدافع الترجي عنده بطء كتير وعنده اخطاء كتير في الجانب الدفاعي. اتمنى استغلالها على اكمل وجه، خصوصا من وسام ابو علي، لاعب متحرك. انا اتوقع ان شاء الله ان وسام ابو علي هيعرف يستغل البطء الموجود في دفاع نادي الترجي. لازم لاعبي النادي الاهلي في المباراه دي تصرفهم في الكوره يكون على اعلى مستوى في المباراه دي، لانه المباراه دي لا تحتمل اي اخطاء، لانه الغلطه زي ما بنقول بفوره. ولازم تطلع من مباراه الترجي بافضل نتيجه ممكنه.